بدأت أهديه وهو قاعد جنبي، وأنا حطيت إيدي على كتفه وبدأت أطبطب عليه لأنه كان صعبان عليا جدا. بس لما قربت منه وحطيت إيدي على كتفه حسيت كده بحاجات بقالي سنين ما حسيتهاش، بس كنت مبسوطة وأنا قريبة منه جدا. ما كنتش قادرة أصدق إني أعمل اللي بعمله ده، خصوصا بعد وفاة جوزي. أنا عندي 47 سنة وعندي ولد وبنت. جوزي توفى تقريبا كده من حوالي 3 سنين، وكان زوج محترم جدا، وما كانش حارمني لا أنا ولا ولادي من أي حاجة. هو قبل ما يتوفى بسنة كنا مجوزين ولادنا الاتنين، وكنت عايشة أنا وهو في شقتنا اللي مأجرينها إيجار قديم. ومن بعد ولادي طبعا ما اتجوزوا، وأنا بقى جوزي كان بالنسبة لي الحاجة الوحيدة اللي أنا عايشة عشانها، وهو ونسي في الدنيا. أول ما جوزي طبعا بيروح الشغل ببقى قاعدة في البيت لوحدي، حاسة بملل وبوحدة فظيعة، وببقى مستنياه يرجع بفارغ الصبر علشان يهون عليا الوحدة دي. لحد ما حصل اللي حصل لي من 3 سنين وجوزي توفى، وولادي الاتنين بقوا يزوروني كل شهر مرة. كل واحد يعني كان ماله في حياتي، يعني كانوا بيزوروني كل شهر مرة لو حد افتكرني أصلا، لأنه كل واحد خلاص، كل واحد بقى ملهي في حياته ومحدش بقى فاضي للتاني. وأنا عايشة على المعاش بتاع جوزي. بس اللي اكتشفته إن الموضوع مش موضوع فلوس وبس. بعد ما جوزي توفى بدأت أكون لوحدي، وبدأت أحس إن أنا بموت كده بالبطيء ومحدش بينفعني ولا بيسأل عني خالص. وأنا من وقت للتاني، من وقت ما كنت متجوزة، جوزي ما كانش بيخليني يعني أحتاج لأي حد. والمناسبة أنا جوزي ما كانش له أي علاقات بأي ستات ولا عنده صحاب خالص، وده حسيته بعد ما بقيت لوحدي وبقيت مقضية معظم وقتي على التلفزيون والمسلسلات، يا إما بتفرج على التلفزيون يا إما على مسلسل. بس من حوالي سنة بالظبط بدأ يظهر في حياتي شخص جديد، ومعرفش ازاي بقى شاغلني بالطريقة دي. الشقة اللي أنا عايشة فيها تعتبر يعني في الدور اللي قبل الأخير، والدور عبارة عن شقتين، والشقة اللي قدامي متوضبة، يعتبر يعني كانت متشطبة، بس ناقصها شوية حاجات كده، ومقفولة قوي من زمان. وكنت أعرف من زمان إن الشقة دي بتاعة صاحب العمارة، لكن معرفش أي حاجة تاني عنها. وأنا من ساعة ما اتجوزت والشقة اللي قدامي دي مقفولة، ولا حد بيدخلها ولا بيخرج منها ولا حد قاعد فيها. وكنت بصراحة واخدة راحتي في الدور ده على الآخر، لأنه كان دور فاضي ومفهوش حد. وساعات بسيب باب الشقة بقى مفتوح، لأني ساكنة في الدور اللي قبل الأخير، والدور اللي فوقي على طول مفيش حد بيطلع فيه، والدنيا يعني بتكون هادية جدا، فبسيب الباب مفتوح علشان يعني يجيب هوا. لحد ما في يوم من الأيام كده كنت قاعدة جوه بعمل أكل، سمعت صوت، يعني صوت غريب كده في الشقة اللي المفروض إنها مقفولة من زمان. فأنا بصراحة خفت جدا لأني سمعت صوت زي صوت حركة، وفي نفس الوقت عايزة أعرف مين الناس اللي دخلت دي أو مين اللي بيعمل حركة في الشقة دي. رحت باصة كده من العين السهرية، لقيت شاب واقف قدام الشقة وفي ناس تانية جوه. بعدها بشوية كده الناس اللي كانت قاعدة جوه في الشقة نزلوا كلهم، وانا كل ده واقفة ورا الباب بشوف ايه اللي بيحصل جوه الشقة، وبحاول اسمع هما بيقولوا ايه بالظبط. بس ما فهمتش حاجة بعد ما الناس اللي كانوا جوه ومشوا. طبعا لقيت بعد ما الناس مشيوا فضل الشاب ده لوحده. قلت اما افتح كده واشوف في ايه، كأني يعني بعمل اي حاجة كده. فرحت ماسكة المقشة وفتحت باب الشقة وعملت نفسي ان انا بوضب قدام الشقة. واول ما فتحت الباب لقيته بيقول لي السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. هو حضرتك مين يعني؟ وانت اشتريت الشقة دي ولا ايه؟ انا بيني وبين نفسي كده توقعت ان ده ممكن يكون صاحب العمارة يعني او ابن صاحب العمارة، وحابب ان هو يأجر الشقة دي. بس يعني بيني وما بينكم ان انا كنت مش حابة خالص ان حد يقعد في الشقة دي عشان افضل قاعدة براحتي. المهم لما فتحت الباب كده كان واقف هو جوه الشقة والباب بتاع الشقة بتاعته مفتوح. لقيته شاب كده عنده حوالي 36 سنة او 35. فقلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له حضرتك ساكن جديد هنا؟ قال لي لا، ده انا ابن صاحب البيت، بس كنت مسافر برا يعني بلد يعني كنت بكمل فيها دراسة، ورجعت هنا قريب، والمفروض ان دي شقتي اللي انا هتجوز فيها قريب يعني. قلت له ربنا يكرمك ويوفقك والف مبروك، ودعيت له. قلت له على العموم انا زي والدتك، لو احتجت مني اي حاجه ابقى قولي. ورحت داخله طبعا على شقتي وانا متضايقه لان خلاص في حد هيقعد في الشقه. بس قلت مش مهم، بدل ما انا قاعده لوحدي اهو على الاقل كده يبقى في حس جنبي. بعدها بقى بيومين نزلت اشتري شويه حاجات من السوق، وكنت جايبه شنط كتير قوي، وبالعافيه وصلت بيهم لحد مدخل العماره.
ورحت منزلة الشنط من ايدي ووقفت كده اريح شوية. في الوقت ده لقيته هو جاي من بره. اول ما شافني وانا واقفة كده في المدخل قال لي لا 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 عنك يا طنط. قلت له ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم ايدك، ربنا يوفقك يا رب. وقعدت ادعي له. فقال لي انا هقدر اطلعهم لي يعني فوق. وقال لي قسما بالله ما يحصل اي حاجة، انتي استريحي وانا هطلعهم لحد فوق. المهم انه خد مني الشنط وطلع بيهم، وانا طلعت بقى بعده بشوية كده. المهم وانا طالعة على السلم قابلته وهو نازل، ولقيته بيقول لي انا رنيت الجرس علشان يعني حد يفتح وياخد الشنط، بس محدش فتح لي. قلت له لا لا، ضحكت قلت له لا لا ده مفيش حد، ده انا عايشة لوحدي. قال لي معقولة ازاي يعني عايشة لوحدك؟ ده انتي سنك صغير على كده. قلت له طيب معلش مش هينفع بقى نتكلم على السلم وكده، لما نكون فوق بقى هنبقى نتكلم براحتنا. وطلعت الشقة ودخلت. بس بصراحة الكلمة اللي هو قالها لي وقال لي ده انتي شكلك صغير قوي ازاي قاعدة لوحدك، عمالة ترن في وداني لما قال لي يعني انتي سنك صغير. بصراحة حسيت ان هو اداني امل في الحياة بعد ما كنت خلاص بدأت احس ان انا فقدت كل شيء. وفي نفس اليوم ده بالليل سمعت صوت الباب بتاع شقته بيتفتح مرة تانية. بصيت من العين السحرية لقيت لوحده، لقيت يعني واقف لوحده. بس طبعا انا مفيش كلام ما بيني وما بينه قوي علشان يعني افتح واكلمه. بعدها لقيته هو اللي جاي وبيخبط على الباب عندي خبطة كده خفيفة. قلت له انت ليه ما رنيتش الجرس؟ قال لي بصراحة انا خفت انك تكوني نايمة، ولما رن الجرس اصحيكي من النوم او ازعجك. بقيت اقول في سري ياه، معقولة في ناس بالذوق والاحترام كده. فقلت له لا 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 ما تقلقش انا صاحية ولا يهمك. فبيقول لي انا بصراحة كنت عايزة اقول لك حاجة. قلت له كنت عايز تقول ايه؟ قال لي بصراحة انا عارف يعني انك عايشة لوحدك وكده، وانا اسف يعني ان انا لو هتدخل في خصوصياتك وكده، بس انا الموضوع مضايقني. قلت له لا لا عادي، الموضوع بسيط جدا. انا يا سيدي كنت متجوزة وجوزي بقى الله يرحمه توفى، وعندي ولد وبنت، بس الاتنين بقى متجوزين وكل واحد فيهم عايش في مكان غير التاني، وانت عارف ان الدنيا تلاهي وان دي سنة الحياة وكل واحد عايش في حياته. قالي طب هطلب منك طلب. قلت له اتفضل طبعا. قال لي اعتبريني ابنك التالت، واي حاجة انتي محتاجاها اطلبيها مني في اي وقت، كده كده انا جارك ومش بعيد يعني عنك. قلت له ربنا يكرمك يا حبيبي، انا هعتبرك فعلا زي ابني. وقلت له انت قدامك قد ايه ان شاء الله وتتجوز وتسكن يعني جنبي؟ قال لي والله انا لسه خاطب، اول يعني ما نزلت من بره، ومتفق على 2 خطوبة اكون يعني وضبط فيهم الشقة براحتي. قلت له ربنا يكرمك يا رب ويكتب لك الخير، انا زي والدتك، لو احتجت مثلا تسألني عن اي حاجة او تاخد رأيي في اي حاجة انا مش هتأخر عنك. قال لي زي والدتي ايه بس؟ ده انتي شكلك اصغر مني في السن اصلا يعني ما شاء الله عليكي. قلت له ايه انت بتعاكس ولا ايه؟ قال لي لا لا والله، بس فعلا انتي شكلك صغير قوي، ده انتي اللي يشوفك يديلك 30 سنة. كل ده طبعا واحنا واقفين وعمالين نتكلم. بس لما لقيته انسان ذوق كده قلت له طيب اتفضل ادخل بدل ما ادانك واقف الوقفة دي. قال لي لا لا والله مرة تانية، انا هنزل اشتري بقى شوية حاجات كده. قلت له خلاص ماشي براحتك، وسابني ونزل. وانا ما اقولكوش بقى، ساعتها كنت عمالة افكر في الكلام اللي خلاني احس ان انا رجعت واحدة صغيرة عندها 20 سنة. وكنت بقى طايرة من الفرحة بكلامه معايا اللي كان عمال يتكلم. وبقيت استنى اليوم اللي هو بيطلع فيه الشقة علشان يعمل فيها حاجة، علشان طبعا ان انا اقابله واتكلم معاه شوية، لان ده بقى هو الشخص الوحيد تقريبا اللي قريب مني واللي يعتبر بشوفه يوم ويوم لأ. وبحكيله بصراحة عن كل حاجة تخصني، حتى مثلا لو ابني مزعلني أو بنتي مزعلاني كنت بحكيله على كل التفاصيل، واعتبرته حد مني. وهو كمان بقى يحكيلي عن خطيبته وعن المشاكل بقى اللي دايما بتواجهه، وقد ايه هي إنسانة أنانية وبتحب نفسها ومش متوافقة معاه ومش بتساعده في أي حاجة. وكان بيقول إن هو خلاص عاوز يفركش الخطوبة بتاعته. وأنا ساعتها رفضته وقلت له لأ، كل البنات كده وكل البنات دماغهم صغيرة وبتتدلع في الأول وبكرة تكبر وتتعلم. لقيته بيقولي والله أنا كان نفسي أتجوز واحدة كبيرة أفضل من إني أتجوز واحدة صغيرة، على الأقل هتبقى دماغها كبيرة وهتريحني مش هتدنها تفضل توجع دماغي. قلت له طب وانت يعني ترضى تتجوز واحدة كبيرة؟ قال لي اه طبعا، وهو مين اللهبل اللي يرفض حاجة زي كده؟ قلت له واحدة كبيرة قد ايه مثلا؟ لقيته بيرد عليا وقال لي يعني في حدود 40 أو 50 سنة هتجوزها عادي. قلت له حرام عليك تتجوز واحدة عندها 40 سنة. قال لي لا، لا هو حرام ولا عيب. قلت له لا،
مش حرام ولا عيب، بس انت برضو عاوز واحدة لسه صغيرة في السن تفهمك وتحبك وكده، وانتوا الاتنين دماغكم تبقى زي بعض. قالي والله خطيبتي دي سدت نفسي عن الجواز كله، وانا مستحمل بس علشان خاطر ابويا وامي اللي كل شوية يقولولي انت سنك بيكبر وعاوزين بقى نفرح بيك قبل ما نموت. قلت له بص، انت بس اتقي ربنا فيها كويس، وان شاء الله ما تشيلش اهم اي حاجة، ما تشيلش هم، وربنا طبعا هيوفقك. بعدها كده جالي بكام يوم وانا معرفش عنه حاجة، وكنت قلقانة عليه لانه قعد حوالي اسبوع ما يجيش، ونسيت يعني ونسي ان هو يطمن عليا، وللأسف ما كنتش يعني معايا حتى رقم تليفونه. بعدها بأسبوع بس لقيت الجرس بتاع الباب بتاع شقتي بيرن، بصيت لقيته هو، لقيت نفسي فتحت له بسرعة، فلقيت وشه كده متضايق وزعلان، وكأن في حاجة كبيرة قوي مزعلاه. رحت قايله له تعالى ادخل، انت في ايه اللي مضايقك كده؟ المهم دخل عندي وقفلت باب الشقة، قلت له مالك في ايه اللي مضايقك احكيلي. قال انا فركشت الخطوبة، وطبعا انا لما بلغت اهلي ابويا شتمني وكمان طردني من البيت، لان خطيبتي دي تبقى كمان بنت عمي، وعندنا في البيت يعني ان ده غلط، ومشيت ومحدش يعرف انا فين، وطبعا قفلت تليفوني عشان محدش يتصل بيا. قلت له طيب ايه ده، وكل اهدى بس انت دلوقتي وكل حاجة هتتحل ان شاء الله. وبدأت بقى ان انا اهديه، وهو كان قاعد كنت عمالة احاول ان انا اواسيه، ورحت حاطة ايدي على كتفه وبدأت اطبطب عليه لانه صعب عليا جدا. بس لما قربت منه وحطيت ايدي على كتفه كده حسيت بحاجات بقالي سنين ما حسيتهاش، بس كنت مبسوطة قوي وانا قريبة منه جدا. ورحت قاعدة جنبه علشان اطمنه. قال انا من ساعة ما جيت مصر وانا ماليش حد اصلا ولا ليا اصحاب ولا حد حاسس بيا. لقيته بيقولي انا حاسس ان انا بقيت مخنوق. قلت له ليه بتقول كده؟ ربنا يخلي لك اهلك حتى لو في بينكم مشاكل، بس يعني اهو موجودين في حياتك، لكن انما انا بقى اعمل ايه وانا عايشة لوحدي كده؟ ولقيت فجأة دموعي عمالة تنزل مني اول ما قلت الكلمة دي. وقال لي انتي بتقولي كده ليه؟ انا معاكي واعتبريني اي حاجة انتي عاوزاها. ولقيته بيقولي جربي تطلبي مني اي حاجة وهعملها لك، انتي مش عايشة لوحدك ولا حاجة. وراح ماسك ايدي علشان يطمني، وده كان اجمل احساس حسيته في الفترة الصعبة اللي انا كنت عايشاها. وفضلت سايباله ايدي وهو فضل ماسكها مش عاوز يسيبها. قلت له ايه، عجباك ولا ايه؟ قال لي قوي. وراح قام وقعد ومسك ايدي التانية وراح موقفني قدامه. كنت بصراحة مكسوفة في الوقت ده، بس ما كنتش قادرة اتكلم وهو قدامي ولسه بيفتح ايده الاتنين علشان ياخدني في حضنه. بعدت عنه وقلت له اهدى اهدى كده، انت فاكر ان انا سهلة ولا ايه علشان فتحت لك بيتي؟ لقيته بيقول لي اقسم بالله انا ما في نيتي اي حاجة ابدا، انا كنت عايز بس اخليكي تكوني مطمئنة لا اكتر ولا اقل، وعموما شكرا على احساسك ده. وراح سايبني وماشي، وراح فتح باب الشقة ومشي. اتضايقت طبعا جدا انا من الموقف ده، وفضلت الوم في نفسي ان انا عملت كده، بس كان غصب عني. عمري ما حد قرب مني بالطريقة دي ابدا قبل كده. وفضل حوالي شهر مختفي عني، لا انا بشوفه ولا بيطلع شقته ولا عارفة عنه اي حاجة خالص. لحد ما في يوم كده بالصدفة وانا واقفة في البلكونة لقيته واقف كده تحت في الشارع. كان واقف قدامي قدام البيت يعني، وانا ساكنة في الدور الاخير، وكنت بقى عاوزة الفت انتباهه ليا باي طريقة. رحت رامية كده مشبك من بتاع الغسيل ورحت حدفاه جنبه، وبدل ما يقع على الارض وقع على العربية اللي كانت هو واقفة جنبه، وعملت صوت جامد. والحمد لله ان ما كانش فيه حد في الشارع وقتها، ومحدش خد باله أول ما المشبك خبط في العربية. لكن لقيته هو بيبص لفوق وشافني وأنا بشاورله بإيده كده، وقلتله اطلع، بس للأسف فضل واقف في مكانه. وبعد ساعة لقيته جالي، وأول ما طلع فوق قعدت أتأسف له كتير قوي على الموقف اللي حصل مني المرة اللي فاتت، وبدل ما هو اللي كان عاوز يحضني المرة اللي فاتت لقيت نفسي أنا اللي بحضنه. وفضلنا واقفين ورا الباب كده كتير جدا واحنا الاتنين في حضن بعض. احساس ان انا الاقي حد معايا قريب مني بعد السنين دي كلها كان اجمل احساس انا حسيت بيه، وما كانش في نيتي اي حاجة والله. بس بعد كده هو اللي بدأ يطلب مني ويقولي ان هو بيكون مبسوط وهو معايا، وانا ما بقيتش احرمه من اي حاجة. ومرة مع مرة بنزود في الحاجات اللي بنعملها مع بعض، وبكون مبسوطة لكده وعارفة ان ده مينفعش. وكنت فاكرة ان انا خلاص بعد وفاة جوزي مشاعري كلها ماتت ومش هحس بأي حاجة، بس اللي حصل بعد ما الشاب ده بقى قريب مني حسيت اني رجعت بالعمر 20 سنة، وبفكر فعلا ان انا اتجوز، بس مش عارفة هقول لولادي ايه وهقول للناس ايه، او الناس هتقول عليا ايه.
أنا بصراحة خايفة أوي من كلام الناس اللي حواليا، بس أنا من حبي أعيش الباقي من حياتي وأنا مبسوطة. لو عاوزة أتجوز أعمل إيه؟ وقولي مين يقف معايا. ياريت تنصحوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي، لأني واقعة في مشكلة كبيرة.